السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، بمناسبة الحديث عن التربية وعن أنواعها وتصنيف العلماء لها، وتكلمنا نحن إنه التربية هن 3 أنواع، يعني أوتوريتير أوف فوستران وفري أوف فوستران وديمقراطية أوف فوستران. إنه هن التربية الاستبدادية القمعية، التربية الديمقراطية، التربية الحرية، التربية الحرة. وحكينا اخواني الكرام انه الاوتوريتير اوف فوستران، التربيه الاستبداديه او القمعيه، هي التربيه القديمه واللي كانت سائده في كل دول العالم، واللي هي للان موجوده في دول كثير التي تحكمها ديمقراطيات مزيفه او حكم عسكري او ديكتاتوري، مثل دول الشرق الاوسط مثل الصين وما الى ذلك. وحكينا ان الديمقراطيه اوف فوستران والفري اوف فوستران هاي النوعين من التربيه سائده في الدول اللي اخذت بالانظمه الديمقراطيه، الانظمه السياسيه القائمه على المناقشه، على الحوار، التداول السلمي للسلطه، الفصل بين السلطات، احترام الاقليات، يعني مع احترام الاكثريه. يعني الامر السياسي انعكس على التربيه ضمن العوائل الاصغر فالاصغر فالاصغر. هلا اخواني الكرام، بهاي المناسبه أنا بدي أجيب لكم حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي أنتم بدكم تشوفوا وتتفاجئوا أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدث عن هاي الأنواع، بل ومارسها بطريقة عظيمة جدا، بطريقة إعجازية، وخلط بيناتها في الوقت اللي ما كان موجود في تلك الأيام إلا التربية الأوتوريتير أوف فوستران. كان سيدنا محمد يعرف بالاوتوريتير اوف فوستران، ويعرف بالفري اوف فوستران، وبيعرف بالديمقراطيه اوف فوستران، وكان يمارسهم بخلط جميل وعظيم بيناتهم. وهي هي التربيه الاسلاميه. لكن للاسف في كثير من المجتمعات الاسلاميه ما عاد موجود هالتربيه، موجوده التربيه اللي فرضتها الانظمه الدكتاتوريه والقمعيه اللي هي الاوتوريتير اوف فوستران. التربيه انه النظام القمعي الدكتاتوري بيقمع الشعب، ومن ثم الشعب بيقمع بعضه بالحلقات الاصغر فالاصغر. الحديث العظيم اللي حكاه، اللي يروى عن سيدنا محمد أنه قال: لاعب ولدك 7 وأدبه 7 وراقبه 7 ثم اترك حبله على غاربه. يعني إخواني الكرام، شو عم يقول سيدنا محمد؟ بأول 7 سنين من عمره فري اوف فوستران، خلي الولد حر، خلي الولد يتجول، خلي الولد يشبع حب الفضول اللي فيه، يتصرف بالطريقة اللي بده إياها. لكن طبعا نحن بنحميه إنه يأذي نفسه أو يأذي غيره، لكن ما بينفع انك لا تعنفه، لا تناقشه، لا تحاوره. ما بينفع انك تمارس معه ديمقراطية اوف فوستران او اوتوريتير اوف فوستران. اعطيه فري اوف فوستران. هلا بعد ال7 سنين، من ال7 لل14، قال: وأدبه 7. هلا نحن بدنا نسمع كلمة أدبه 7، بنروح نشوف القدوة الحسنة سيدنا محمد كيف كان يتعامل مع الأطفال، كيف كان، شو الترجمة العملية الحقيقية لهالقول هذا. بنلاقي سيدنا محمد كان يتعامل مع الأطفال بالحوار وبالكلمة الطيبة، ويشفق عليهم ويلمس على رؤوسهم، وكان يقبلهم. وكان السيرة النبوية فيها الكثير من القصص عن التعامل الراقي والعظيم اللي كان سيدنا محمد يتعامل فيه مع الأطفال، اللي هو نحن فينا نحطه في سياق ديمقراطية اوف فوستران. كانت قائمة على مبدأ الحوار، وكانت قائمة على مبدأ الأخذ والعطي، وقائمة على زرع الأفكار بطريقة رائعة جدا، وطبعا مع وجود الحدود، لكن ترك المساحة التأثير للطفل حتى يؤثر ويتأثر. وهون اخواني الكرام بدي انطلق على المرحلة الثالثة اللي ما بين هي 14 و21، عندما يقول سيدنا محمد: وراقبه 7. هون اخواني الكرام كلمة راقبه 7 ما بنفهم منها الفري اوف فوستران، بنفهم منها ايضا ديمقراطية اوف فوستران، انه خليه يشتغل مثل ما بده، لكن انت دائما فوقه، عم تعلمه وعم تدربه وعم تفهمه. وهون اخواني الكرام انا بتذكر ايضا حديث اخر لسيدنا محمد، عندما اتاه احد الشباب وقال له: ائذن لي ان ازني. فقاموا الصحابه بدهم يمارسوا عليه اوتوريتير اوف فوستران، بالتربيه القمعيه، انه انت شو عم تحكي، زجروه كذا. قال له: لا،
فهون اجى سيدنا محمد تيعلمهم الدرس الخالد، تيفرجيهم ديمقراطية بوستران، التربية القائمة على الحوار وعلى النقاش، على زرع الفكرة بالتراضي وبالطيب واستجابة للفطرة، مو بالقسوة وبالضرب وبالتهديد. فقال له سيدنا محمد بكل هدوء وقربوا منه، قال له: أتحب هذا الفعل الزنا لأمك؟ قال له: لا. قالوا: باقي الناس كي لا يحبونها لأمهاتهم، بما في معناه. ومن ثم كرر عليه سيدنا محمد السؤال: أتحب هذا الفعل لبنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ قال له: باقي الناس. وهون إخواني الكرام فهم هذا الشاب أنه أنت شيء ما بتحبه لغيرك كيف بتحبه، شيء ما بتحبه على نفسك كيف بتحبه لغيرك. وهون اقتنع هذا الشاب أنه الزنا أمر سيء. انظروا إخواني الكرام إلى الديمقراطية بوسترال. شوفوا هذا الأمر اللي عرفته أوروبا بعد الثورة الفرنسية بعشرات السنين، تقريبا من شي 50 سنة أو من 100 سنة عرفوه. سيدنا محمد طبق هذا الأمر من أكثر من 1400 1450 سنة. بعدين إخواني الكرام بعد السنة ال21 بيقول: ثم اترك حبله على غاربه. ماذا يعني اترك حبله على غاربه؟ يعني فري اوف فوسترال. خلص انت زودته، انت عطيته، انت فهمته، خلص خليه يعيش حياته. الولد هذا مو ملكك، انت ما جبته لحتى تستعبده بهالحياة. مثل ما انت عشت حياتك خلي ابنك يعيش حياته. اطلقه، اعطيه حريته، خليه يشتغل، يعمل، يدرس، يعمل ما بدا له. خلص انت الان زرعت فيه الامور الطيبه ووكلت الله فيه وقلت له انطلق في حياتك. والان اخواني الكرام احنا بنسمع باوروبا بعد ال 18 او بعد ال 21 الابن بيطلع عن اهله وبيملك زمام امره وبيعيش حياته مثل ما بده من احلى ما يكون. مو انه والله نحن جبناك لحتى نستعبدك وتضلك عنا وتخدمنا وتقيم وتحط فينا. يعني اخواني الكرام، يعني انت اذا من خلال هذا الحديث، من خلال الحديث اللي حكيته قبل شوي، بتلاقوا انه فعلا انواع التربيه والافضل شيء فيها الديمقراطيه اوف فوسترن والفري اوف فوسترن تم تطبيقها عندنا باسلامنا. لكن للاسف نتيجه نتيجه الدكتاتوريات الحاكمه في مجتمعاتنا الاسلاميه تم تناسي هذا الامر العظيم، وحلت محله الاوتوريتير اوف فوستران، التربيه القمعيه والاستبداديه اللي نحن عم نلاحظ فيها التعنيف الجسدي واللفظي والعقلي على الاطفال. وهذا الامر اللي عم يثير مصاعب كبيره للعائلات المهاجره هون في اوروبا. بتمنى اخواني الكرام تكون الفكره وصلت، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله.